انت عارف دلوقتي ان شارع الهرم ما فيهوش فلوس؟ دلوقتي معهوش، بس الفيلا جت من ايه؟ من شارع الهرم. من دلوقتي وقبل كده بسنين من شارع الهرم. ما فيهوش فلوس وفيلا سعد اصلا. جت من شارع الهرم. يبقى نسقف وانا لشارع الهرم. وانا ايه اللي يجيبني انا؟ اللي شارع الهرم والله العظيم 3 كان بتتمنى تسلم عليا، تتمنى. طب هي عملت ايه ساعة دلوقتي؟ ما اشرف جه جابني كده يا استاذ سعد مش عارف ايه، دلوقتي رجل والحكايه والروايه. عايزه تعمل ايه؟ حتى رجل على طب رجل ما زي انت عامل كل لي الناس. كده، عايز قلت لك اعملها ايه؟ ماشي، هي الدنيا اربع كده. طيب وبتزعق وخف يا سعد وبتاع عادي، هي الدنيا كده. اول ما حد يديله اغنيه شكرا، بس يا ريت يا رب تدوم. تحب امشي؟ لا يا ست انت اقعدي وانا لا امشي. هو انت ضفت هو؟ انت ضيفت، انا اللي جاي عليك ضيف، انا امشي. انا تحب لو امشي عايزين. يا رورو؟ لا يا لو جاي حبيبتي عايز ازاي تمشي؟ انا مش معرفش عارفه، إن بصي ما الدنيا كده. بحبش والله، ما بحبش مع حد مشاكل. الدنيا كده. لا مفيش ليه بحبش مشاكل؟ حد لو انا يزعل. اصلا جايبينكم على انكم ما اتنين بحبش بتعملوا ولا فيلم حد مع يزعل بعض. مني على وأنا فكره أزعل على حد. فكره احنا مش على الهوا، انت ما تعرفيش تعملي مشاكل والله العظيم، وانا كنت فاكرك غلط. يا انا كنت سعد. مفكرك غلط. انا كنت سعد. واخدك اختي لغايه مثلا 3 ايام. انت دلوقتي لسه بتشتغلي في شارع الهرم؟ ما بتروحيش كباريهات خالص. هل انت بتعتبريه ايه قصه، ايه السر ان الواحد يبقى بيشتغل في شارع الهرم؟ كل الشعبيين عملوا كده، وبعدين لما يبتدوا يشتغلوا افراح كتير يسيبوا شارع الهرم. هل هو مكان ما بيبقاش مريح بالنسبه للمطرب، لكن لازم نقطه البدايه تبقى من هناك مثلا؟ لا هي مش نقطه البدايه، وعشان انا كنت من الزقازيق ف تعرفيش حد؟ فما انا ما اعرفش، فلازم بقى اجي مصر واشتغل. انا طبعا انا كنت بروح اوردرات في مصر، بس نزلت شارع الهرم طبعا. يعني هي مرحله في عمر البني ادم. لكن طبعا ما بتسيبوها يعني ليه بعد شويه بتسيب شارع الشغل الهرم؟ مش مريح. ما يعني انت عارفه طبعا الناس بتبقى هناك بتبقى عامله ازاي، واللي بيسهروا والناس والشغل بيبقى عامل ازاي، الافراح فطبعا أحسن. مش مريح. يعني عايزه اقول لك ان ايهاب توفيق، عمرو دياب، محمد فؤاد، الناس دي ما اشتغلتش. ايام لا اشتغل والله، ايهاب ومدحت ومحمد الحلو وعلي الحجار. بس ايام ما كان شارع الهرم بقى، ايام زمان ما كانت الناس بتيجي عشان تسمع الفنان ده، بس واحد زي عمرو وترمي عليه دياب فلوس مثلا ما عشان تسمعه، اشتغلش. مش عشان تحييه. استاذه نعم. شفت بقى من زمان، عندها كام سنه كده؟ بصي لحقت، بصي السن هيبان دلوقتي. ايه يعني ايه؟ يا عم عندي 50 سنه بعمل عمليات تجميل. يعني ايه السن من زمان؟ ما هي بتقول من زمان، يعني من 3 4 ايوه سنين. من زمان بسمع والناس بتحكي لي وبتقال لي. انا مش لا لا يعني من 3 4 سنين انا فاهمه، بس من 3 4 سنين ده مش لا معناه انا من بقالي في زمان. شارع الهرم حضرتك كتير. قلت سؤال بقالي وهنقول في سنين. الحلقه بحضرتك. بقالي يلا سنين، يعني حضرتك من عشان وانا عندي نفهم. 20 سنه وانا دلوقتي عندي ما 26 انا بقول سنه. 6 سنين. يعني قولي مثلا 5 سنين مش 6 سنين. 5 سنين. اشتغلت انت في شارع الهرم برضه؟ وما زال بشتغل في شارع الهرم وعمري ما زلت؟ طبعا وعمري ما اقدر اسيب شارع الهرم. طب ليه بوسي بتقول ان هناك ما بيبقاش المنظر قوي، ولا الناس بتسمع طرب بجد بص حضرتك، ومستوى؟ اللي عنده اصل بس هو اللي اللي ما عندوش اصل هو اللي ممكن ينكر الكلام دوت. ان ايه الكلام؟ بقول انا شارع الهرم هي ده. بتقول ان المستوى هو انت ما بقاش بتغني في جامع اصلي وانت حاسس ان انت ده خالك ولا ابوك؟ ما انت عشان الناس وقف، يعني اشرف كرم ده حضرتك لما وقف جنبها كانت شغاله عنده عادي، ما كانش حد يعرف شغاله بس في المحل وقف دوت. جنبي في ان شاء الله. فدلوقتي خلاص بقى شارع الهرم وحش وقف جنبي في ايه والناس فيها على مش عارف- اساس ان المحل بتاعه شارع الهرم اكبر ده محل في حضرتك، شارع الهرم. شارع الهرم ده ركب سعد الصغير عربيه، اللي ركبها عربيه حضرتك، اللي خلاها تلبس اللبس الشيك الجميل الحلو دوت. مين ده؟ هو شارع الهرم حضرتك. ايوه ده فخر، يعني شارع الهرم ده نعتبره فخر يعني؟ فخر طبعا حضرتك. لا مش فخر أكل على عيشنا فكره، ده ده انا حضرتك. كنت ما بكسبش فيه. ده اكل عيشنا دوت. وحياة ابني ما كنت بكسب في شارع الهرم. كنت بكسب. الكباريه امال فخر؟ عامله الفلوس دي كلها منين؟ فلوس مين؟ الكباريه فخر؟ فخر حضرتك طبعا. فخر. طبعا فخر. اكل عيش، بص حضرتك اكل عيش لازم، مش بتتكلمي بصراحه؟ ما المخدرات اكل عيش. انا من والله الآخر أنا كنت بشتغل عشان ركبتش خاطر عربيه الفرق اللي من شارع والله. الهرم حضرتك. بشتغل عشان خاطر الناس اللي ورايا، اللي هي ربنا جعلني فتح السبب افتح بيوتهم. يعني الفلوس اللي انتجتي منها بقى ده ما كانتش من شارع الهرم؟ ما كنتيش حوشتيها من والله شارع ما الهرم؟ بنكسب منه، والله ما بنكسب امال منه. جبتي الفلوس منين؟ لا اوريدي جوزي. لا هي حضرتك جوزي كان معاه عندها فلوس. سوبر ماركت حضرتك، وبتنتج بقى من السوبر ماركت. عندي كشك. كانت بتجيب فلوس سوبر ماركت. عندي ما بقى طبعا كشك. من فلوس الهرم حضرتك. احنا ليه مش هو البرنامج ده صراحه حضرتك ولا كده؟ لا بس انا بقول لك انا ركبت العربيه دي من شارع الهرم، فهي لازم لما تقول لك انتجت كانت فلوس شارع الهرم. لما هي ما كانتش بتكسب، طب جابت فلوس منين حضرتك؟ من الاخر هي بقى. مش بتقول جوزها. متجوزه؟ مش متجوزه. طب ما جوزك شغال فين حضرتك؟ محاسب؟ يا شغال معانا عم في شارع انا الهرم. مالي، ما ابقى ما هو سعد. معانا. سعد جوزي معاه من فلوس بشارع الهرم كان بيشحت بيها، هو حر. طيب الموقف شاف في شارع الهرم، الله. خليك صريحه بقى. هو أستاذ حر، هو فاطين ده معاه حضرتك فلوس. لا يا دي وجهة سيدي. نظرك ان شارع الهرم ده وانا اللي اصلا شارع الهرم ماشي، ما ما يلزمنيش ان انا اشتغل فاطين فيه، ده كنت حضرتك شغال في بشتغل شارع الهرم فرقتي. بقاله مش 20 سنه أكتر. شغال في ست شارع الهرم. بتقول ان هو مش حاجه ما تناسبهاش وكانت مضطره عشان الفرقه اللي انا كنت وراها. بتتكلمي في مضطره الفلوس والله، دلوقتي انا حضرتك دي انت بتعمل مرحله حاجة في كده. حياتي حضرتك والحمد لله ربنا خلصني منها. لا ما انا مش هقول لها اكيد لو النبي روحي ارجعي الكباريهات تاني. انا بقولش يرجع لك، انت بتقولي الفلوس، انت بتقولي لي ده سؤال صريح، انتجت منين؟ بتقول لك لا من جوز حضرتك شغال معانا بقاله
26 سنه في شارع الهرم، ولغايه دلوقتي في هي شارع عندها الهرم. 26، هو شغال معاكوا انتوا؟ اه معانا حضرتك من قبل ما يتجوزها وشغال في شارع الهرم، بقاله حوالي 20 سنه في شارع الهرم دلوقتي حضرتك. هو مش شغال معاه في شارع الهرم، معاه نمر تانية انت شغاله في شارع متوتر الهرم. قوي كده ليه؟ هو جوزها اصلا ماسك نمر تانية حضرتك شغاله في شارع الهرم. انت متوتر قوي. مش متوتر حاجه، اصل كده في كدب حضرتك. هو فاطين ده حضرتك مش ماسك نمر دلوقتي، أنا مش مش معاه عارفة. رقاصه لا ما دلوقتي. خلاص ما عادش معاه. لا معاه رقاصه شغاله في شارع يا الهرم. عم ما عادش معاه، سيبناها خلاص. سايبينها بالكم قد ايه؟ 3 ايام 3 ايام ولا قد 3 ايه؟ ايام بالك شهر ولا شهرين؟ 3 ايام المهم ان الفلوس دي من شارع الهرم. انا ده ايه ده؟ انا معلش يعني مش بصراحه ومش همنت طب في الحمد الحته لله دي، انا مش انا راكبه شايفه ان ولا انت يعني بتتكلم مع بطريقه عربيه غير ومش لائقه. عربيه، انا مش راكبه هامر يعني. لا لا، انا عشان كمان تقولي هي ما راكبة لا، عربية. راجل- لا، هي ما ما- جابتش سيره مراتك عشان تجيب سيره جوزها. لا هي بتقول لي لا يعني احنا دلوقتي في برنامج في التلفزيون، هي ما جابتش سيره مراتك ما- عشان تجيب. لو مراتي شغاله معانا حضرتك قولي حضرتك ما فيهاش مشكله حضرتك. مم. انت بتقولي دلوقتي حضرتك سؤال صريح، بتقولي لها انت جبتي الفلوس عشان تيجي منين؟ قالت لك لا مش من شارع من الهرم، من جوزي. انا بقى عايز اثبت للناس ما هو جوزها شغال في شارع الهرم معانا. بس هي مش حابه انها تشتغل في شارع الهرم دي حاجه ايوه ده موضوع تاني حضرتك. وده ده- حاجه انا اشجعها يعني. أيوة. ايوه واحنا انا ما نشجعها بكسبش حضرتك منه عشان يا هي سعد، انا لو بكسب كان زماني معايا ملايين، وانت عارف كويس ان شارع الهرم دلوقتي ما خلاص انت ما عندك بقاش فيه فيلا. فلوس. طب ما انت انت عندك جبت فيلا. فلوس يا عم عشان- معايا فيلا انت- بس ما فيهوش فلوس. عندك انت فيلا عارف دلوقتي ان شارع الهرم ما فيهوش فلوس. دلوقتي معهوش، بس الفيلا جت من ايه؟ من شارع الهرم. من وعربية دلوقتي سعد وقبل جت كده منين؟ بسنين من يا شارع سعد. الهرم. ما فيهوش وفيلا فلوس سعد جت أصلاً. من شارع الهرم، يبقى نسقف وانا لشارع ايه وانا الهرم. ايه اللي نسقف يجيبني ليه؟ انا؟ لشارع الهرم. لا ما تسقفوش ليه؟ في برنامج شارع الهرم عشان من هو فضلك لو سمحت. عامل فيلم شارع لا الهرم. ما ينفعش. لا اصل آه، نبقى صراحة مع بعضينا بوسي ضافت لك قد ايه في الفيلم؟ ضافت لمين حضرتك؟ اكيد اضافه. تضيف لاي حد حضرتك، ما تضيفليش انا اضيف لها، ما حدش لا يضيف لنا ما حضرتك. ضفتش ما ضفتش ضيف لمين حضرتك؟ ما ضفتش، ده احنا لسه اللي انت مسجلين. ما تعرفوش لسه حضرتك. بنصور يومين 3 يعني، مش اه. بقالنا شهر ولا حاجه. ده لا لسه. اختار بوسي ليه تبقى موجوده اسمها جنب سعد الصغير مش في هو اللي فيلم؟ اختارني، الحاج اه. احمد. اه هو بيقول انا اللي جبتها. حاج احمد. حاج احمد السبكي، مش انت، عشان بس امشي. هو احمد سوق كده حضرتك يعرفك وانت كنت شغاله في والله يعرفني من بعد يا دنيا يا سعد. يعني عايز اسالك سؤال. لو انت اللي كنت شغال في عبده موته ولا يعني انا عايز يا اسالك سعد؟ سؤال، يعني عم احمد السوق قدام الجمهور كده ووشك يا ليا ريهام كده، والنبي انا بصي انت يا عم احمد السوق اللي احنا لازم جابك؟ نختم انا فعلا. بخلقي ضيق احنا لازم وما نختم بحبش لأنه- انت الناس. بتكذبي على فكره. انا يا عم انا كذابه. كدابه ربنا طبعا. اللي هيحاسبني. يعني مش انا اللي جبتك لاحمد السبكي؟ ربنا اللي حاسبني يا سعد. رد مش عليا، انت. مش انا وجوزك كلمني والنبي ساعه تحطها في الفيلم والنبي والاغنيه. مين؟ ما حصلش الكلام ده. مين ده؟ يعني احمد السبكي اللي كلمك من نفسه كده؟ والله يعني انت انا ببصي لي بس، يعني انت يا عم احمد بصلك وانا مش بصل للناس، انا عم احمد بصلك سوكي اهو اللي اتصل وانا بيكي؟ حوله. عم احمد سوكي ولا انا اللي جبتك قلت لك خد يا عم احمد اللي سوكي جبتني؟ في التليفون اتفضلي يا عم احمد سوكي اهوت. اه انت اللي جبتني يا سعد. ليه كل ما واحد يقعد يتكلم مع واحد حتى لو مختلف معاه لازم يزعق ولازم يبتدي يهاجمه ولازم يبتدي يتكلم في لان جوزه بيحس اللي وأمه قدامه وأبوه بيكذب حضرتك. ولازم يجيب في اعراض سعد، أنا ولازم مش يجيب في كدابة يا فلوس. لا سعد. بتكذبي. لا أنا مش كدابه كدابة. وبتكذبي. حتى لو كذابه هو ده انت بينها ربنا يا وبين سعد؟ ربنا بالظبط. استغفر الله العظيم ليه يا رب. عاملين انت أوضاع ربنا على عشان تقولي بعض؟ انت بتكدبي ولا ما بتكدبيش. والله انا جبتك فيلم ليه عشان نعمل خاطر ربنا كده؟ بقى جوزك اللي وطني. رايد بقى، ربنا هو الوحيد اللي عارف ان انا كدابه ولا مش كل كدابه. يوم. ده زي اللي وهو في بيحصل الآخر هو اللي النهاردة، ده زي هيحاسبني اللي مش بيحصل انت. في البلد بالظبط. ماشي يا ستي، مجتمعنا. احمد سوكي اللي جابك، ماشي يا ستي. فعلا احمد سوكي، يعني فاطمه ما اللي تكلميش انتوا- والنبي يا سعد وخليها معاك في الفيلم واحنا اخوات، علشان تبقى فاهمه انا جابك اذا كنت جبتك في الفيلم عشان خاطر فاطمه بس. عشان خاطر فاطمه، اه. هو فاطمه موجوده اهو يا اه. عم اللي وعلى انتوا- راسي. اسأليه. شرف ليا يا عم طب انك ماشي، تعجبني بتقول عشان أحمد اللي سوكي. انتوا عملتوه دلوقتي ده بالظبط زي اللي بيحصل في الشوارع كل يوم عندنا، ان اي حد عنده خلاف مع حد او اي حد متغاظ من حركه اتعملت فيه يبقى يهاجمه ويزعق له ويقول له انت عملت وانت سويت، وحتى لو هو كان لسه كويس قوي معاه امبارح او بيعمل معاه فيلم زي ما سعد وبوسي بيعملوا مع بعض، لمجرد ان ممكن تتعمل فيه حركه صغيره فيرد لها وينتقم منها ويطلعها انها جابت فلوس مش عارفه منين وعملت ايه والاغنيه مش اغنيتها، وهجوم هجوم والناس تصدق وتشوه في بعض ونعلي صوتنا على بعض ونشوف مين هيكسب. عشان كده عملنا المقلب ده في بوسي. سقف البوسه. وحياة امي هسيبك. طب ممكن تغني. اختم بس في طريقه للحوار، في طريقه ان احنا حتى لو مختلفين مش لازم يبقى بينا خلاف، مش لازم عشان يتعمل فينا حاجه وحشه فننتقم تاني يوم ونطلع اشاعات ونكذب انت و جايبه سعد اللي بصي يطلع عين ام اللي قدامه. بوسي صدقت، بس يا رب احنا نتعلم من اللي بيحصل ده، لان بصوا بيبقى شكله وحش ازاي. ما كناش هنوصل ابدا اللي احنا وصلنا له لو كنا سمعنا بس بعض. بشكركم ونتقابل بكره ان شاء الله. هف